اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وافتح لنا بها ابواب الفرج، اللهم امين. هعمل معاكم شويه فتة شاورما. ولا لا تقولي لي محلات ولا تقولي لي حد، اعمليها بطريقتي وجربيها يا ست الكل. تمام. هنا جبت معلقتين سمنه بلدي ونزلت عليهم بورق لوري وحبهان وقرفه وفص مستكه، ونزلت هنا ببهارات الكبسه، واحط عليها شويه ملح وشويه فلفل صغيرين. تمام. هسيبهم لغايه لما يطلعوا ريحتهم، وهنزل بكوبايه ونص رز بسمتي. تمام. انتي ممكن تعمليها بقى ايه، ممكن إيه الاول عايزه اعرفك ازاي تعيدي الرز البسمتي. لو انتي مش نقعاه، لو ما نقعتهوش تحطي ازيد من المقدار نص كوبايه، لو نقعاه تحطي على قد المقدار بالظبط ميه، فاهماني؟ وادي شويه الملح اهوت حطيناهم، وهجيب شويه هنا اهوت معانا. انا بحب الزبيب قوي في الرز البسمتي انا وبنتي، وهي حاجه ايه تخليها تاكله يعني. في الاخر والله انا اللي كلته، بس عادي مش مشكله. هنا بقى طاسه هي حلوه كده، اسخنها قوي 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 قوي، واحط فيها شويه الزيت واسخنها بقى لغايه لما بصوا تبقى كده سخنت قوي. تمام. هقول لكم التتبيله بتاعت الشاورما الفراخ. انا بجيب الصدور اقطعها شرايح صغيره. تمام. وبنزل عليها بمعلقه مستردة، وبنزل عليها بملح وفلفل وبصل بودره وكمون. لا، ما بنزلش بكمون، ملح وفلفل وبصل بودره وتوم بودره ومستردة وشويه بهارات فراخ وفصين توم ومعلقتين زيت ومعلقتين اسمه ايه، خل. تمام. واحطهم دلوقتي هنا، حطيتهم هنا على الزيت السخن قوي، بسيبها لغايه لما تبتدي تنشف كده شويه. وهنزل دلوقتي عليها بايه، برضه نقطتين خل. سبحان الله، ده بيخلي الشاورما في حته تانية خالص والله، وكان طعمها مش شاورما بيتي نهائي. تمام يا حبايبي. برضه لو عايزين ترجعي لي الطريقه بالظبط، ارجعي في الفيديو اللي فات في التفريزات هتلاقي فيها طريقه الشاورما. وده كان شويه فلفل احمر انا كنت مفرزاه طحناه، ودي شويه فلفل الوان اهوت. وقلبي بقى دقيقتين برضو، وتسيبيها بقى لما تاخد وقتها، وقتها على النار. لازم تكون النار عاليه. شفتي الميه اللي هنا نزلتها دي، خليها تشربها كلها، هتشرب كل الميه ديت وهتنشف وهتاخد لون. هنا بقى مع بعض هنعمل التوميه. بصي يا ستي، دي نص كوبايه ميه عليها 4 كوبايات، عليها 4 معالق نشا. وتبتدي بقى تهدي النار وتقلبي تقلبي تقلبي. تمام. هتبتدي واحده واحده تعمل معاكي كده تتقل. طريقتها سهلة جدا وهتعجبكم، جربوها والله احلى واطعم من المحلات مليون مرة. تمام. ولو وصلت لحد هنا متنسيش تعملي اشتراك ومتابعة في القناة، لانك لو وصلت لحد هنا فانت حد بيحبني قوي يعني، وانا كمان بحبك موت. هنا اهو بصوا هتبتدي جمدي تاني، بس انا مش باخدها اول ما تجمد كده. اول ما لونها هيبتدي، بصوا هيبتدي دلوقتي، شفتوا لونها بقى شفاف ازاي. هنا بقى احطها في التلاجة شوية تبرد، وانزل بكوباية زبادي زي ما انتم ما شايفين هنا، ودوت 4 معالق زيت ومعلقتين خل. تمام. وادي نص فص ليمون، وادي فصين توم صغيرين. انا بس باخد الحبه اللي ايه اللي موجودين كده، واحط نوت ادي الملح. ولو عندك فلفل اسود اللي هو الابيض يبقى انتي تبقى احلى واطعم، عشان ما يبقاش باين فيها النقط السوداء يعني. ومعلقتين مايونيز لو مش عايزه تحطيهم عادي، مش هيأثروا في الطعم ولا هيأثروا في اي حاجه خالص. وادي هو النشا، خليط النشا كان سقع. تمام. هو المفروض يبقى ساقع قوي، فاهمين؟ انا ده الدخان اللي طالع ده مش دخان سخن، ده دخان ان هو سقع. ابتدي اضرب بقى واحده 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 واحده. انا ما زودتوش كله ليه، لان انا هرجع ازوده اتقل لنفسي قوي انا بتاعتي. انا لسه هحط عليها ريسة شطه. بس ابصوا، خطير يا ولاد، خطير خطير. انا بص تزودي حته حته عشان ما تبقاش تقيله قوي. انا كنت بدوقها عشان اشوف الملح بتاعها ايه، وظبطت لها الملح بتاعها. وتضربي تاني كده ما شاء الله هتبقى جميله. هاخد حبه لبنتي عشان ما تبقاش حراقه اهو كده. جميله هي، عجبتني ولقيتها تقيله حلوه. هحطها بقى في الطبق ده لبنتي، ده اللي انا حطيته لبنتي. ورحت عامله ايه بقى، والله برضو في الاخر انا اللي كلته، بس ماشي. زودت شويه النشا دول، وهحط بقى عليها شويه هريسه شطه. حكايه حكايه يا ولاد هريسه الشطه، بتبقى حراقه كده، بتساعد ان الاكل ايه يتاكل كده ويبقى جميل. صلوا على سيدنا محمد. بقول لكم ايه، طبق فتة شاورما خطير خطارة. ايه ده يا ولاد، ايه ده كده كنت خلاص خلصت اهو. حاجة الله اكبر الله اكبر. صلوا على سيدنا محمد. اللهم بارك اللهم بارك.